السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحة جيدة. بما انه قرب رمضان، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة وبطول العمر يا ربي. بغيت نشارك معكم شباكية اللي سهلة وبسيطة، وتقدر تخدميها غير بوحدك من الدار بلا عوين بلا حتى شي حاجة. والاهم من هادشي انك تعرفي شنو دايره فيها. قبل ما نبداو باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ما ننساش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو مباشرة في الوصفة. بسم الله على بركة الله. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا اول حاجه، عندي هنايا زعفران ديال الطويمه، درتو في كاس ديال الماء. عندي هنايا كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه. عندي هنايا كاس مخلط ما بين الزنجلان واللوز. عندي هنايا نص كاس ديال الزبده مذوبه. عندي هنايا نص كاس ديال المزهر. عندي هنايا نص كاس ديال الخل. عندي هنايا معلقه ونص ديال النافع وحبه حلاوه. عندي معلقه ديال القرفه وشويه ديال الملح. عندي هنايا كيلو ديال الطحين. صافي عندي هنا خماره حمراء اللي ما غنديرهاش كامله، غندير منها غير واحد شويه. صافي نبدا. اول حاجه عندي ديك القرفه، ضروري انكم تغربلوهم. صافي غنزيد عليهم داك الزنجلان واللوز. صافي نغربلهم مزيان. صافي هانتوما من بعد ما غربلت داك الشيء هذا، ما ضروري خاصو يتحيد باش ما يبقاش يقطع لكم العجينه. من السوائل عندي كاس ديال الزيت. عندي هنايا الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران. نص كاس ديال الزبده. عندي هنايا نص كاس ديال الزبده. صافي عندي هنايا المزهر. وعندي اخر حاجه هي الخل. صافي ونبدا نخلط مزيان داكشي حتى يترمل ليا داك الطحين مزيان مع داك السوائل. صافي البنات عندي هنايا الماء اللي دافي. بالنسبه انا كندير كلشي دفعه واحده. البنات نتوما بامكانكم ديروا غير الزبده والزيت وترملوا داك الطحين مزيان باش كتجيكم العجينه هشيش. انايا كندير كلشي دفعه واحده. صافي عندي هنايا كاس ديال الماء. غنحاول انني نخلط غير بشويه، ما نديروش كامل دفعه واحده. باش كتصبح العجينه انا راه ما دلكتها ما والو. هذاك الكاس راه كفاني ديال الماء. بالنسبه للخميره البنات راه تحذف ليا الفيديو، راه درت غير نص معلقه ديال الخميره. ما تكثروش بزاف باش واخا تعطلوا او تخليوها تبات ليله كامله. ما تخمر لكمش بزاف باش ملي تبداو تقليوها ما تبقاش تجيكم غليظه. ندوز هنا مباشره غنقطعها. من بعد ما قطعتها غنطلقها واحد شويه من الدلاك بهذه الطريقه. صافي نجمعها هكا. هنا في هذه المرحله البنات ضروري تكون حاطين عندكم بلاستيك غذائي. مباشره ندخلوهم في البلاستيك باش العجينه ديالكم ما تنشفش. كما شفتوا معايا العجينه راه ما مبلوكه ما والو البنات. فيها نتوما من بعد ما تالي الكميه ديالي كامله غنسد عليها البلاستيكه وغنخليها ترتاح غير واحد شويه، واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق. صافي هانتوما من بعد ما ارتاحت ليا واحد شويه غنهز اول وحده خدمت فيها. صافي ونطلقها.
صافي هانتوما ندوز نقطعها بهذه الطريقه، واللي قطعتها مباشره ندخلها للبلاستيك. صافي هانتوما من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله دخلتها للبلاستيكه. صافي هنا ما نخليها لا ترتاح لا والو، عندها مباشره نطلق. شوفوا البنات راه ما خليتها لا ارتاحت لا حتى شي حاجه، وراه كتطلق بكل سهوله. ضروري انكم ترقوها مزيان باش ما تجيكمش غليظه في الطياب. هانتوما صافي عندي نقطع على هاد الجوانب بهاد الطريقه. واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة ونقطعو، واحد جوج ثلاثة أربعة ونقطعو. نهزو الاولى نحطوها على الثانيه على الثالثه، صافي نشدوها له هكا، نشدو هادي نقرصوها مع هادي، نحاول انني نقاد البريضه ديالي هكا ونبرك عليها من الجناب. ندوزو للثانيه بنفس الطريقه. هانتو باش تكون واضحه معكم، ها الاولى نحطوها على الثانيه، نحطوها على الثالثه، نشدوها مع بعضياتهم هكا، نقلب ونقرص مزيان. صافي ونحطها ونقاد الوريضه ديالي بهذا الشكل هذا ونضغط من الجناب. شفتهم كبارين نحاول انا نقطعهم بالجراره. ندوز نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كنتمنى ان الفيديو يكون واضح وباين. هادي نحطوها على الثانيه وندوزو نحطوها على الثالثه. صافي ونشكل الوريضه ديالي هكا، خدمي وانت مرتاح. صافي نقصها مزيان. هانتوما وراه كل ما كتزيدوا ترقوا العجينه مزيان كل ما كتجيكم الشباكيه ديالكم مجعبه وزوينه. صافي هانتوما بالنسبه للبقايا ديال العجينه غنجمعهم في بلاستيك حتى نساليهم مره وعاد نخدم بهم. صافي ندوز نطلق واحده اخرى. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كنقطعهم، واحد جوج ثلاثة أربعة خمس كنقطعوه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كنقطعوه. صافي كنستمر هكا حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي، راه سايله في الشباك. خاص غير العجينه عندكم من الاول. نتمنى الفيديو يكون واضح وباين. صافي نشكل الوريضه ديالي بهذه الطريقه. من بعد ما ساليت الشباك ديالي كامل خليتها تنشف واحد شويه وغندوز مباشره نبدا نقلي. صافي هانتوما من بعد ما حطيت الزيت غنهز هنايا شويه د العجينه ونحاول نشوف داك الزيت. الا طلعت ديك العجينه صافي عرفي راه الزيت سخنات ليك. صافي غندوز مباشره هنا من بعد ما نشفات ليا مزيان العجينه. صافي غندوز باش نحطها غير بشويه. هانتوما بالنسبه للعافيه ما تكونش مجهده بزاف، تكون متوسطه باش ما تبقاش لكم العجينه خضراء وفي نفس الوقت ما تحرقش لكم دغيا.
صافي نخليه حتى تحمر ليا مزيان. الزيت ديالنا كثيره، كل ما كتنفخ لينا الشباكيه مزيان. صافي نخليها هكا حتى تحمر ليا مزيان، تاخد داك اللون الذهبي. هانتوما كيما شفتوا من بعد ما رجع اللون مذهب هكا يعني راه طايبه. صافي غندوز مباشره نحطها في العسل. راه حتى كتدخل العسل عاد كتزيد تاخد اللون ديالها اكثر البنات. صافي ندوز نكمل هكا حتى نسالي كلشي. صافي ونخليه هنا في العسل واحد شويه على ما تشرب ليا العسل مزيان نحيدها. وهانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكه ديالنا. انا زينتها غير بشويه ديال الجنجلان، تقدروا تزينوها باي حاجه عندكم في الدار. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ البنات، عندي هنايا سبيره كبيره. صافي غندوز طبقه ديال الشباكيه هكا، كل طبقه كنديرو وسط منها السلوفان باش تبقى شاده لينا ومحافظه لينا على داك العسل اللي فيها.